عارفين إن الهوا طلع ليه وزن واتذكر في الكتاب المقدس من 4000 سنة؟ زمان كان كل حضارة ليها تخيل عن الهوا والرياح، فالحضارة الإغريقية كانت فاكرة إن الهوا ليه مصدر واحد اسمه زيفيروس، وحضارة تانية كانت بتعتبر الهوا مجرد فراغ، وحضارة كانت فاكرة إن الهوا مجرد حاجة خفيفة جدا وملهوش وزن، وحضارات تانية ما تعرفش إيه هو الهوا أصلا. وفي نفس الوقت لما كانت الحضارات كلها بتحاول تكتشف يعني إيه هوا ورياح، بيوضح لنا الكتاب المقدس وتحديدا في سفر أيوب إن الهوا ليه وزن، وبيوضح قدرة الله اللي ملهاش مثيل. وفي الوقت ده كان موضوع إن الهوا ليه وزن مشكوك فيه، وفضل مشكوك فيه لفترة كبيرة جدا لغاية سنة 1643 لما جه العالم باسكال وصاحبه تورتشيلي وبدأوا يعملوا أبحاثهم عشان يعرفوا إن الهوا ليه وزن ولا لأ. وساعتها اكتشفوا إن الهوا ليه وزن فعلا، والاكتشاف ده فتح الطريق لاكتشافات تانية أكبر وأعظم زي الضغط الجوي. فالكتاب المقدس هو المرجع الرئيسي لكل حاجة خلقها ربنا ومليان بالأسرار. وانت كمان صلي معايا وقول: يا رب علمنا نشوف عظمتك في كل حاجة حوالينا، في الهوا اللي بنتنفسه وفي الخليقة اللي عملتها بحكمة. املانا دايما بإيمان يخلينا نشكرك على كل نفس ونفتكر إنك أنت مصدر الحياة والقوة لكل الوجود. آمين.